السلام عليكم. من أجمل الأطباق اللي بتزين سفرتنا بشهر رمضان المبارك صحن الرقاقات. تحتار أوقات ست البيت شو بدها تستعمل حشوة للرقاقات. بهيدا الفيديو رح نتعلم 4 حشوات نشوف كيف منعملهم بينفعوا للرقاقات وللسمبوسك بطبيعة الحال. أول حشوة عنا هي بجبنة التشيدر المبروشة، عنا هالوبينو منقطعن بشكل صغير، وفي عنا جبنة كريمية ورشة موتزاريلا. بنخلطهم مع بعض كتير منيح وهيك صارت الحشوة جاهزة عنا لنستعملها. تاني حشوة عنا بقدونس منفرمهم كتير ناعم وصغير مع موتزاريلا وجبنة تشيدر، صارت الحشوة التانية جاهزة عنا. الحشوة الثالثة هي بجبنة العكاوي منقوعة ورايح منها الملح والمي، بنعصرها كتير منيح، منضيف لها حبتين جبنة كريمية أو حسب الرغبة، موتزاريلا مبروشة وحبة البركة، ومنخلطها كتير منيح وصارت الحشوة الثالثة جاهزة عنا. الحشوة الرابعة عنا هي عبارة عن راس توم، بنحط عليه ملعقتين زبدة وبهار أسود وملح وزيتون حسب الرغبة، ومندخله على فرن محمى مسبقا. وقت اللي يستوي عنا التوم منطلعه من الفرن، منقشره، مندقه كتير منيح، ومنزيد عليه حبتين جبنة كريمية وشوية موتزاريلا، منخلطهم كتير منيح وصارت الحشوة الرابعة عنا جاهزة للاستخدام. وهون عم نشوف شكل الرقاقات بشكل مثلث، وأكيد هالحشوات بيزبطوا كتير منيح على السمبوسك. بهيدي الطريقة منفك الرقاقات حسب نوعيتهم، إذا كانوا طرايا أو كانوا قاسين شوي، كله بده ينفك بنفس الطريقة. ولما يصيروا رقاقات عنا مفكوكين عن بعض ومش لازقين منبلش نحشي الرقاقات. في عنا بكاسة ضروري يكون في ملعقتين طحين تقريبا مخففين بالمي بهيدا الشكل لحتى نقدر نطبق فيهن رقاقات آخر شي. وهلأ بلشنا بأول حشوة بنحشيها بهيدي الطريقة، بنحط كمية مناسبة من الحشوة تقريبا ملعقة، وبنطويها من الجانبين بهيدا الشكل اللي بدنا نشوفه، وبنرجع نقلب الجانب الأسفل لفوق وبنبرمها. وهلأ بدنا نحط شوي من الطحين يلي عملناه وخففناه بالمي بهالشكل، ومنصفتن عنا على جنب كمان حد بعض. وهيدي الحشوة التانية اللي هي حشوة الثوم والموتزاريلا والجبنة الكريمية يلي كان عليهن زبدة وقت اللي نشوه بالفرن، منلفها بنفس الطريقة ومنطلعها لفوق، ومنحط كمان عليها من الطحين يلي مخفف بالمي. والحشوة الثالثة يلي هي موتزاريلا وبقدونس مفروم ناعم وكمان تشيدر حسب الرغبة، فيكن تستغنوا عن التشيدر وفيكن تحطوا معها جبنة فتا، تفرطوها وتضيفوها معهم كمان وتخلطون، تطلع كتير مميزة بالحشوة. وبهيدا الشكل منصفتن واحد ورا واحد، وهيدا كلياته بيروح بيتلج بيتفرز بالفريزر لحتى بأيام شهر رمضان بتطلعوها جاهزة، بتنطروا عليها شوي وبتدخلوها مباشرة على المقلى. بهيدا الفيديو حابة فرجيكم كيف بنعمل الرقاقات بقلب الاير فراير. بنحطهم بهيدا الشكل مرتبين ومنظمين، وكل وحدة ما في فوقها حبة تانية. بندخلهم على الاير فراير تقريبا على درجة 200. كل وجه بده من 10 لربع ساعة، وبدكن تشيكوا إذا مش قرين. هيدا أول وجه خلص معنا من قلبه، ومنحط عليه خيط زيت بهيدا الشكل. وقت يشقروا عنا بهيدا الشكل شقار خفيف، منطلعن ومنحطن بالصحن ومنقدمن وصاروا جاهزين. وهيك كانت النتيجة طيبة وصحية ولذيذة. وكمان بقي عنا عجينة رقاقات حشيناها بالزعتر. وأما طريقة قلي الرقاقات، بعد ما نطلعن من التلاجة منحطن بزيت حامي، لما يحمر أول وجه منقلبن، وبس يعطونا هيدا لون الشقار الخفيف
منشيلن منحطن على جنب وصار جاهز للتقديم. وهيك طلعت معنا النتيجة مميزة، وألف صحة على قلبكن.